اهلا وسهلا ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم وجبه عشاء او غداء سهله بزاف، اقتصاديه وبنينه بزاف. نخليكم مع الوصفه. في مقله على نار متوسطه غادي ندير شويه ديال زيت المائده. غادي نضيف ليها بصله كبيره مشلضه اولا مقطعه مكعبات صغار مع 2 فصوص ديال الثومه. نحرك البصله مزيان حتى تشحر. من بعد ما تشحرات ليا البصله والفصوص ديال الثومه مع شويه ديال الملحه، غادي نضيف ليها الفلفله. انا هنا عندي فلفله حمراء وصفراء، الا عندكم خضراء تقدروا تزيدوها، المهم ديروا الفلفله اللي متوفره عندكم. نعاود نخلطهم ونخليهم على نار متوسطه حتى تشحر ليا الفلفله حتى هي. من بعد ما تشحروا ليا هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا دبلوا ليا، غادي نضيف ليهم واحد الكميه ديال مطيشه طوماط سوريز اللي قسمتها على 2 وحيدت ليها هذاك الجدر الخضر. خليتها بالقشره ديالها بكل شيء ديالها، يعني حيدت ليها غير داك الجدر ديال الخضر. هنايا غادي نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، التحميره، الكمون، البزار وسكينجبير والملحه حسب الذوق. غادي نضيف كذلك معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال الربيع. نعاود نخلط هاد المكونات مزيان ونغطي عليهم ونخليهم حتى يتشحروا اولا حتى طيب ليا مطيشه. من بعد ما طابوا ليا كاع هاد المكونات غادي نضيف ليهم 2 حبات متوسطين ديال البطاطا اللي سلقتها من قبل. انا يا قشرتها قطعتها مكعبات عاد سلقتها باش ما تاخذش معايا وقت بزاف. صافي انا ضفتها هنايا على الخليط ديال البصله ومطيشه والفلفله. غادي نضيف شويه ديال الربيع ونخلط المكونات ونغطي عليهم غير واحد شويه بين ما خدات ليا ديك البطاطا النكهه اللي كاين في هذا الخليط. وخليكم معايا. من بعد ما خدات ليا بطاطا ديك النكهه ديال المكونات، خديت 3 ديال البيضات غادي نخلطهم مزيان مع قبيصه ديال الملحه. من بعد ما ضفت البيض على الخليط غادي ناخذ قطع من الجبن المثلث، نحاول انني نقطعو المكعبات صغيره نديرو فوق هذا الخليط، نسد عليه ونخلي البيض يطيب ليا مزيان.
من بعد ما طابت ليا المقله ديالي غادي ندردر عليها شويه ديال الزيتون مع شويه ديال الكورنيشون وشويه ديال الربيع باش كيعطينا واحد اللون زوين في هاد المقيله. وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وهنايا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. من بعد ما وجدت ليا المقله ديالي صراحه كتجي لذيذه بزاف، كيجي الشكل ديالها زوين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو نال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنسوش تخليو لي لايكاتكم وتشجيعاتكم، وإلا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بالصحه والراحه والى اللقاء.